السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا، الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا جدا. انا هخليكي ان انت ما تشتريش اي شوكولاته للدهن او النوتيلا. عايزه اقول لكم احنا عملناها النهارده في البيت بكميه كبيره، بطريقه سهله جدا جدا، واطعم واحلى من بره بكتير. عايزه اقول لكم طعمها طالع روعه. اهم حاجه يا حبايبنا ان انتوا تتابعوا معانا الفيديو للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناه والشير واللايك. يلا بينا يا حبايبنا نقول احنا عملناها ازاي. نسمي كده يا حبايبنا الاول ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم. وانا معايا هنا كوبايه الا ربع لبن حليب، وهنا تلت كوبايه سكر، يعني ما يعادل 75 جرام من السكر. صح حبايبنا دلوقتي كده على النار كده، وهنبدا ندوب الاول السكر مع اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى كده يا حبايبي هنا بمعلقه نسكافيه. نسكافيه اللي هو البودر زي ما انتم شايفين كده اهو. انتوا ممكن تبدلوها بباكوين النسكافيه اللي هو بالبندق. نبدا نقلب كده برضه النسكافيه مع اللبن والسكر. بصوا بقى يا حبايبنا هنا علشان ناخد طعم النوتيلا بتاعت بره، انا هحط هنا نقطتين من اسانس البندق. عايزه اقول لكم الاسانس ده بتجيبوه من عند اي محل حلواني، وزي ما قلت لكم ان البديل لو مش هتحطوا اسانس البندق والنسكافيه اللي هو البلاك اللي انا حطيته، هتحطوا بداله باكوين نسكافيه بطعم البندق. بس انا طبعا حطيت زي ما قلت لكم كده نقطتين من اسانس البندق زي ما انتم شايفينه كده. وهنبدا طبعا نقلب. حبايبنا بقى كده بعد ما هي كده غليت، هبدا بقى طفيت انا النهارده دلوقتي معايا هنا 75 جرام شوكولاته مبشوره. ده كان مكعب شوكولاته 75 يا حبايبي وبشرته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ننزل بقى كده عليها ونبدا ندوبه مع اللبن والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوكولاته بس بتاعتنا تسيح، انا الطافيه دلوقتي يا حبايبي بتوجد زي ما قلت لكم. كده زي ما انتم شايفين كده اهي الشوكولاته بتاعتنا دابت. نبدا بقى في المرحله الثانيه من عمايل النوتيلا. انا معايا هنا كده دلوقتي في الخلاط، معايا هنا نص كوبايه لبن حليب. هنزل بيه كده في الخلاط، وهنزل عليه بنص كوبايه لبن بودر، وربع كوبايه كاكاو، وهنبدا نضربهم في الخلاط. هنا بقى يا حبايبي كده حسيت ان الخليط تقيل، نزلت تاني بمعلقتين لبن حليب، وهنبدا برضو نضربهم تاني في الخلاط. كده بقى يا حبايبنا الخليط اللي انا عملناه في المرحله الاولانيه، الخليط بتاعنا برد اللي هو اللبن بالشوكولاته. هنبدا بقى ننزل بيه كده على الحاجه بتاعتنا اللي هي في الخلاط. هنبدا برضو تاني يا حبايبنا كده نضرب الحاجه مع بعضها. حبايبي بقى انا كده هنا معايا هنا نص كوبايه زيت ذره. دي بقى ماده الربط بتاعتنا، هنبدا ننزل بيها كده على الخلاط سرسوب رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم يا حبايبي هي زي ما تاخد، ممكن تاخد اقل من نص كوبايه او ممكن تاخد ازيد من نص كوبايه. احنا اهم حاجه ان النوتيلا بتاعتنا تربط. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا النوتيلا بتاعتنا هي تقلت. عايزه اقول لكم هي خدت كوبايه الا ربع من الزيت. هنبدا بقى كده هنا انا معايا البرطمانات بتاعتنا مغسوله كده زي ما انتم شايفينها ومتعقمه. هنبدا بقى ننزل بالنوتيلا بتاعتنا في قلب البرطمانات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شايفين بصوا تقيله اهي وبسم الله ما شاء الله. شايفين النوتيلا نازله بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا عملنا البرطمانين الحلوين دول. ادي كده يا حبايبي اهو النوتيلا بعد ما حطيتها في البرطمانين دول زي ما شايفين ما شاء الله. احنا كنا عاملين مقدار صغير عمل لنا برطمانين حلوين اهو. بصوا بقى يا حبايبي انا كده هدخلها الثلاجه تقعد لها مثلا في حدود 3 او 4 ساعات يا دوبك تتمسك شويه، وان شاء الله نطلعها ونوريها لكم.
ادي كده يا حبايبنا النوتيلا بتاعتنا بعد ما حطيناها في التلاجة. انا سبتها حوالي 5 ساعات زي ما شايفين كده. النوتيلا بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله طالعه روعه. هوريكم دلوقتي المطه بتاعتها. بصوا شايفين يا حبايبنا، شايفين النوتيلا عامله ازاي اهي، متماسكه وجميله زي ما شايفيننا كده. عايزه اقول لكم المطه بتاعتها والطعم بتاعها طالع خطير. ودي هي يا حبايبنا هندهنها زي ما شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبنا المطه بتاعتنا واللمعه طالعه روعه. عايزه اقول لكم النوتيلا طالعه خطيره. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبنا النوتيلا دي طبعا بتنفع في المعجنات او في التزيين اي حلويات او تورت. عايزه اقول لكم غير كده ان طعم وريحه في منتهى الجمال. وزي ما انتم شفتوا كده يا حبايبنا المطه اهم حاجه ان انتم بقى يا حبايبنا بتحتفظوا بيها في الثلاجه لغايه ما تخلص. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبي لو الفيديو بتاعنا عجبكم بقى ما تنسوناش في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.